اكثر نوع ديال الخوف اللي كيخاف منه بنادم هو الخوف من الموت. كيبقى اكثر حاجه كتخلع الانسان في هذه الحياه. تخيل معايا دابا الا قلت لك بانه كاينه شي حاجه اكثر من الخوف من الموت، اللي هي جيت مثلا وقلت لك بانه غادي تقدر تعيش حتى ل1000 عام. غتقول لي بغيت نعيش اكثر من 1000 عام. غنقول لك ما حدا هي كاينه نعمه تقدر تولي نقمه في نفس الوقت. تخيل معايا تفيق واحد النهار وغادي يقولوا لك بلا راه ما غاديش تعيش 70 عام ولا 80 عام او لا حتى 100 عام، غادي تعيش 1000 عام. ماشي بواحد الجسد اللي هو مهلوك وعيان، ولكن بواحد الصحه اللي هي مزيانه. تقريبا الصحه اللي غادي تكون عندك في عمرك 25 عام ولا 30 عام، وعندك القدره على انك تحرك مزيان، تفكر مزيان، وعندك القدره على التعلم حتى هي. في الاول غادي تبان لك بحال الى اعظم هديه اللي يقدر ياخذ الانسان في الحياه ديالو ويعيش 1000 عام، حيت غتولي تحس بلا راه الوقت مابقاش كيهرب من بين يديك. ما كيبقاش داك الاحساس ديال خاصك تزرب باش دير كل شيء قبل ما يفوتك الفوت. دابا ولا عندك الوقت لكل شيء، الوقت باش تتعلم، الوقت باش تغلط وتعاود، والوقت باش تقرا، تسافر وتبني حياتك. ومن هنا كيبدا الحلم، حيت الانسان في الاصل ماشي خايف من الموت، الانسان خايف من الحياه القصيره اللي غادي يعيش. فيلسوف سينيكا كان كيقول ماشي حيت الحياه قصيره، ولكن حنا اللي كنضيعوا منا بزاف ديال الوقت. يعني المشكل ما عمره ما كان في الموت بحد ذاته، يمكن كان في الاحساس بلي ما عندناش الوقت الكافي باش نعيشو مزيان. ولكن هنا كيبدا الجانب الاخر، حيت الا عشتي اكثر ما غاديش يتزادك غير الفرح، يقدر يتزادك حتى الثقل والحزن. وهنا خصنا نوقفوا واحد شويه، حيت السؤال ماشي غير واش ممكن يعيش الانسان 1000 عام، سؤال اعمق اكثر من هكا. واش النفس البشريه قادره تحمل تعيش 1000 عام؟ علميا الفكره ما بقاتش بعيده بزاف بحال قبل، حيت كاينين شي باحثين بداو كيشوفوا الشيخوخه ماشي واحد القدر اللي هو محتوم، اللي خلى العلماء البيولوجيين يديروا بزاف ديال التجارب باش يخليو الخليه تعيش الوقت اكثر وما تجيش الشيخوخه دغيا. كاين بحث في المواضيع بحال تجديد الانسجه واعاده البرمجه بعض الوظائف الخليه باش يتباطأ داك السيكل دو في ديالها. ولكن حتى الا قدر العلم يطول العمر ديال الجسد، هادشي ما كيجاوبش على السؤال الحقيقي، شنو غادي يوقع للانسان من الداخل ديالو، الفكر والنفسيه ديالو. حيت الوقت ما كيزيدش غير بالسنوات، الوقت كيبدلك. الانسان اللي كتكون عنده 16 عام ماشي هو نفسه اللي عنده 30 عام، واللي في 30 عام ماشي هو نفسه اللي كاين في 50 عام. الافكار كتبدل، الطريقه ديال الحب كتبدل، النظره ديالك للعالم كامله كتبدل. ايوا تخيل التحول ماشي في 40 عام ولا 50 عام، ولكن 300 عام، في 500 عام، في 800 عام. واش غتبقى انت هو انت، اولا غادي تولي غير واحد السلسله ديال الناس مختلفين اللي ساكنين الجسم واحد؟ يمكن اكبر وهم في الحلم ديال الحياه الطويله هو اننا كنتصوروا باللي هذا الانا اللي كنهضروا به دابا هو اللي غادي يبقى مستمر معك. بمعنى واحد اخر، داك الصوت اللي كيكون عندك لداخل كتحاور معاه في الوقيته ديال الفراغ ديالك ماشي هو نفسه اللي غادي يبقى عندك ملي غدير مثلا 500 عام 600 عام. ومن هنا غيبدا الثمن الحقيقي. في الحياة العادية فقدان ضروري منه ومؤلم، ولكن محدود. أما في الحياة ديال 1000 عام فقدان ما كيبقاش غير حدث، كيولي كيدوز عليك بحال شي مناخ كتولي معود عليه. غتفقد والديك، من بعد الشريك ديال حياتك سواء الزوجة ديالك أو لا الخطيبة ديالك، من بعد ولادك، ولاد ولادك، حتى هادوك اللي غيجيو من ورا ولاد ولادك. كتبقى غير واقف وكتشوف كل واحد فيهم كيدبل بوحدو وكيموت، وانت مريح كتحضر الجنازة ديالهم كاملين. وكاع السميات اللي كنتي كتعرف، الوجوه اللي كنتي كتبغي، والاصوات اللي كانت معمره لك حياتك كيغبروا بواحد بواحد. في الاول غادي تبكي، من بعد غادي تألم، ومن بعد تقدر توقع شي حاجه اسوء اكثر من هكا. يمكن غتولي ما تبغيش الارتباط بزاف، ماشي حيت وليتي قاصح، ولكن حيت النفس ديالك ولات كتخاف من التعاود والتكرار. تخاف تبغي، ولكن ديما في دماغك كاينه واحد النهايه، ماشي النهايه ديال الفراق ولكن النهايه ديال الموت. هنا الحياه الطويله كتولي ماشي غير نعم، بالعكس كتولي نقمه. ماركوس اوريليوس كان كتب في واحد الكتاب ديالو تقدر تغادر الحياة دابا، خلي هاد الحقيقة حدد شنو تدير وشنو تقول وشنو تفكر. هاد الفكرة مهمة بزاف، حيت قرب النهاية هو اللي كيخلي الاختيارات ديالنا عندها وزن. الا كنتي عارف بلي راه باقا لك 900 عام، غتعرف بان الحياة مازال طويلة قدامك. واش غادي تقدر تبدا اليوم؟ واش غادي تعترف بالحب ديالك دابا؟ واش غادي تغامر دابا اولا غادي تصلح راسك دابا نيت؟ يمكن غادي تقول مازال الوقت. وهنا كاينه البارادوكس الخطيره، الحاجه اللي كنبانو باغينها حيت تعطينا الوقت كثر. المعنى ما كيجيش غير من عندك انت، كيجي من نظره، من نهايه، وبواحد الاحساس ديال بان ديك اللحظه ما غاديش تعاود. هيديغر ربط ما بين الاصاله ومواجهه الفناء. الفكره عنده هي ان الانسان كيلقى طريقه اصدق للعيش ملي كيواجه المحدوديه وموته بدل ما يهرب منه. مونتين زاد بواحد العباره مشهوره، التفلسف هو ان تعلم كيفاش تموت. وزاد حتى قال باللي التامل في الموت هو تامل في الحريه. يعني يمكن الموت ماشي غير نهايه ديال الحياه، يمكن حتى هو اللي كيعطيها المعنى. عمرك سولتي راسك علاش غروب الشمس زوين؟ حيتاش كيسالي،
الطفولة غالية حيتاش كتفوت واللحظة مع شي واحد كتبغيه حيتاش عندها قيمة، حيت عارفين بجوج باللي داكشي راه ما دايمش. ولكن من الجهة الأخرى خاصنا نكونوا واقعيين ومنصفين. العيش الطويل يقدر حتى يعطي الإنسان شي حوايج عظيمة. واحد الحكمة أعمق، صبر كتر والقدرة يشوف النتائج ديال الأفعال ديالو من بعد قرون. يمكن حتى الفن والعلم يطلعوا لمستوى آخر إلا كان العقل عنده واحد الوقت كافي باش ينضج على مهل. إذن واش العيش ديال 1000 عام نعمة ولا نقمة؟ الجواب الصريح هو بجوج. غادي يكون فيه الجمال كتر من اللي منتصوره، ولكن حتى الألم كتر من اللي نتصوره. غادي يعطيك الوقت كتر باش تشوف، تفهم وتعيش، ولكن يقدر يطلب منك ثمن نفسي وعاطفي وما نقدروش نعرفوا كيفاش داير. يمكن في الأخير الحلم ديال 1000 عام يخلينا نكتشفوا واحد الحاجة أعمق،